في قلب كاليفورنيا موجود بيت غريب بيحير أي حد يدخله. سلالم بتطلع للسقف، أبواب بتتفتح على حيطان، وغرف ملهاش أي منطق. البيت ده هو قصر سارة وينشستر، الست اللي ورثت ثروة هائلة وتحولت حياتها بعد مأساة كبيرة لرحلة غموض وأساطير. يا ترى إيه الحقيقة ورا القصر الغريب ده؟ تعالوا نعرف الحكاية. سارة لوكويد باردي اتولدت سنة 1839، وفي برضه مصادر تانية بيقولوا 1840، في مدينة نيو هيفن أونكتيكت. كانت بنت سارة بيرنز ولينارد باردي. أبوها في الأول كان بيدير دار استحمام المدينة، وبعدها ناجح جدا كنجار، وده وفر للعيلة أمان مالي محترم. غير كده بيتهم كان بيت متفتح وتقدمي، لدرجة إن والدها كان بيعقد اجتماعات مع شخصيات كبيرة وقتها من دعاة إلغاء العبودية والمفكرين الأحرار. في 30 سبتمبر 1862 سارة اتجوزت من ويليام وينشستر، ابن عيلة كبيرة في نيو هيفن، واللي غالباً كانت تعرفه من وهي صغيرة. أبوه أوليفر وينشستر كان شريك في مصنع قمصان اسمه وينشستر ديفيز، وكان بيجهز ابنه عشان يستلم إدارة المصنع. بس أوليفر كان دماغه رايحة في حتة تانية، مهتم أكتر بتجارة السلاح، وبعد ما مسك شركة اسمها فولكانيك آرمز. أسس سنة 1866 شركة جديدة هتبقى مشهورة جداً بعد كده، وينشستر ريبيتنج آرمز. وقتها ويليام باع حصته في مصنع القمصان واشتغل سكرتير في الشركة الجديدة بتاعت العيلة. الشركة حققت نجاح ضخم جدا، لدرجة إن بندقية وينشستر موديل 1873 اتشهرت باسم البندقية اللي كسبت الغرب. ومن سنة 1873 لحد 1916 الشركة باعت أكتر من 700 ألف بندقية، وكانت أسامي تقيلة زي بافلو بيل كودي وآني أوكلي بيستعرضوا مهارتهم ببنادق وينشستر، وحتى الرئيس الأمريكي فايدور روزفلت كان من اللي بيفضلوا السلاح ده. في يونيو 1866 سارة وينشستر جابت بنت اسمها آني، لكن الطفلة ما قدرتش تهضم السعرات الحرارية، وبعد 6 أسابيع بس ماتت بسبب سوء التغذية. ومن بعدها سارة ما خلفتش أطفال تاني. في مارس 1881 جوزها ويليام مات هو كمان بعد معاناة طويلة مع مرض السل. وقتها سارة ورثت 50% من الشركة اللي كانت قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وقفت مكان اسمه عيادة وينشستر لأمراض الصدر في مستشفى نيو هافنيير. بعدها قررت تسيب حياتها القديمة وتبدأ من جديد، وسافرت على كاليفورنيا سنة 1886، واشترت أرض مساحتها 40 فدان في مدينة سان خوسيه، وكان عليها بيت صغير من 8 أوض. لكن اللي حصل بعد كده كان خرافي. على مدار حوالي 20 سنة وبميزانية وصلت ل5 مليون دولار وقتها، البيت اتوسع وتحول لقصر ضخم فيه 160 أوضة، ومساحته بقت حوالي 24 ألف قدم مربع. بعد زلزال سان فرانسيسكو سنة 1906 عملية التوسع في القصر بطأت جدا. الزلزال وقع برج ضخم كان مكون من 7 أدوار، وكمان هد الطوابق العليا من البيت. ساعتها سارة قضت أغلب 20 سنة الأخيرة من عمرها في بيت تاني في مدينة آثيرتون القريبة، وده خلى أجزاء من قصر وينشستر تتهالك وتبقى في حالة سيئة. سارة ماتت في سبتمبر 1922 بسبب نوبة قلبية. بعدها البيت الشهير اتباع واتفتح من جديد بسرعة كمزار سياحي على الطريق. ومع مرور الوقت البيت اتسجل في السجل الوطني للأماكن التاريخية، واتصنف كمان كمعلم تاريخي في كاليفورنيا سنة 1974. النهاردة بيت وينشستر الغامض بقى واحد من أشهر المعالم السياحية في سان خوسيه، كاليفورنيا، واللي كان في الأصل بيت سارة وينشستر، وريثة ثروة البندقية الشهيرة. القصر ده على الطراز الفيكتوري المستوحى من عهد الملكة آن، وتصميمه من جوه غريب جدا، كأنه معمول مخصوص عشان يدوخ الزوار. سلالم بتطلع
وتقف عند السقف. أبواب بتتفتح على حيطان وغرف كبيرة جواها غرف أصغر. الناس بتقول إن البيت مسكون وإن في روح حارس قديم اسمه كلايد لسه بيتمشى في ممراته، وده بيزود جو الغموض حوالين سارة نفسها، اللي كانوا بيقولوا إنها افتكرت إن موت بنتها وجوزها بدري كان نوع من الانتقام الكرمي عن كل اللي اتقتلوا ببنادق وينشستر. الأسطورة كمان بتقول إن سارة سمعت نصيحة من وسيط روحي قال لها إنها لازم تفضل تبني البيت على طول عشان تهدي أرواح الموتى، ومن ساعتها جابت عمال يشتغلوا 24 ساعة يوميا، وكانت بتدخل غرفة استحضار الأرواح الخاصة بيها عشان تسمع تعليمات من الأشباح عن إزاي تصمم البيت الغريب ده. سنة 2010 معلمة التاريخ ماري جو إجنوفو نشرت كتاب اتقال عنه إنه أول سيرة ذاتية عن متاهة سارة وينشستر، وريثة ثروة البندقية. الكتاب ده نسف أفكار كتير الناس كانت مصدقاها عنها، زي الإشاعة إن سارة كانت ماشية ورا وسيطة روحية وبتبني البيت بسرعة عشان تراضي الأشباح الغاضبة. الحقيقة إن إجنوفو لقى خطابات لسارة بنفسها بتقول فيها إنها كانت بتوقف البناء فترات، وكمان لقى تفسير منطقي لحاجات غريبة في البيت. بعد زلزال 1906 بدل ما تعيد البناء، سارة اختارت تقفل أجزاء وممرات معينة، وده اللي خلى فيه أبواب بتتفتح على حيطان وسلالم ملهاش أي لازمة. وبرضه مفيش أي دليل يثبت إن العمال كانوا شايفينها مجنونة أو إنها بتكلم الأرواح. إجنوفو رجح إن الشائعات دي طلعت لأن الناس كانوا يعرفوا قليل جدا عن الأرملة اللي كانت عايشة في عزلة، وفي نفس الوقت بتعاني من التهاب المفاصل الروماتويد الشديد. سواء كانت سارة فعلا بتسمع تعليمات من الأرواح أو مجرد ست حزينة بتحاول تلاقي عزا في البناء، يفضل قصر وينشستر واحد من أكتر الأماكن الغامضة في العالم. لحد النهاردة الناس بتتسائل، هل هو مجرد تحفة معمارية غريبة ولا فعلا مسكون؟ القرار في إيدك أنت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتدعمنا باللايك والشير والكومنت.